أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 في مصر وتركيا وعالميا. من فضلكم ادعمونا بلايك للفيديو واشتركوا في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أسعار وأخبار الحديد باستمرار. وإليكم في التقرير التالي الأسعار العالمية للخامات الداخلة في صناعة الحديد والصلب، حيث سجل خام الحديد 96 دولارا للطن، وبانخفاض 3 دولار للطن مقارنة بأسعار يوم الجمعة الماضي. وكما سجلت خردة الصلب المستوردة والتي تصل إلى تركيا 343 دولار للطن، وبارتفاع 3 دولار للطن مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي. وبالنسبة لأسعار البلت، سجل البلت الإيراني 465 دولار للطن، كما سجل البلت الروسي ما بين 480 إلى 490 دولار للطن، والبلت التركي سجل ما بين 570 إلى 580 دولار للطن. وفيما يلي أسعار الحديد في مصر للمستهلك شامل الضريبة ونولون النقل: حديد عز 20,300 جنيه للطن، حديد بشاي 20,200 جنيه للطن، حديد السويس للصلب 20,100 جنيه للطن، حديد المصريين 20,100 جنيه للطن، حديد المراكبي 20,000 جنيه للطن، حديد الجرحي 20,000 جنيه للطن. الحديد الاستثماري يتراوح السعر ما بين 19,300 إلى 19,600 جنيه للطن. من فضلكم ادعمونا بلايك للفيديو واشتركوا في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أسعار وأخبار الحديد باستمرار.